فبيحط اسم السمسار، بيجي سمسار تاني بيشتغل على نفس الورقه، ما ينفعش يبيع ولا يشتري الا لما يبص ويقول ده سليمان بيه عامل ابيل على الورقه دي، بتعمل ايه؟ بتبيع ولا بتشتري؟ فبقول له 500 سهم، 500 1000 2000 العربيه للغزل سعرها كام؟ 8 جنيه، ب 9 جنيه، ب 10 جنيه. انا مش عارف ده بيبيع ولا بيشتري. اللي بيحصل ايه في الاخر؟ انه في سمسار بيبقى شاهد على هذا التداول. ان احنا بنقول ايه؟ 1000 سهم ب 8 جنيه. لو هو قال ابيع يبقى الصفقه ما تمتش. لو قال اشتري يبقى الصفقه تمت. نعمل فيشه قسيمه عمليات فيها البائع وفيها المشتري، وبنمضي عليها وفيها عدد الاسهم والسعر، وبنحطها في اسانسير صغير هنا بنحط فيه الفيشه وبيطلع، وفي زملاء فوق بيأيدوا على التخته هذه العمليه اللي تمت السعر اللي اتعملت بيه. الكلام ده كله معلن وفي لجنه اسعار. مفيش حاجه اسمها انه انا قلت اشتري ويدع في كلام السمسار، مفيش كلام من ده. انت بتتكلم بالكلمه بتشتغل. الجلسه بتخلص كانت من 11 لواحدة، ساعتين. تاني يوم بيبقى في عندنا هنا كان في كليرنج. بنعمل ايه؟ انه بتطلع فواتير شراء للسماسرة اللي بعتلهم، بنسلمهم الاسهم تاني يوم هنا في البورصه، واخد بال حضرتك؟ واللي بيحصل ايه؟ انه في اوراق قبض، اوراق دفع. البورصه بتطلع بون على الزميل اللي اشترى الاسهم، في النهايه لازم اخد انا البون ده واروح اصرفه فورا في نفس اليوم. وده اللي خلانا نلجا بعد كده لشركه مصر المقاصه اللي هي اللي هتقوم لنا بالتسويه. انما قبل كده كنا بنسوي، البورصه كانت بتسوي العمليات فورا، وباخد البون وبصرفه من السمسار في نفس اليوم. لما ابتدينا عمليات الخصخصه والشركات ابتدت تكتر، ففي الحقيقه شركه مصر المقاصه قامت بدور كبير جدا في عمليات التسويه.